قصتنا النهاردة بتبدأ في منطقة العتبة وتحديدا في أيام الثمانينات. دكتورة إيمان ست مكافحة وقضت سنين عمرها كله في الغربة علشان تبني ثروة وتأمن مستقبلها. وأول لما فكرت الدكتورة إيمان إنها ترجع مصر فتحت عيادتها وبنت أكتر من عمارة. لكن رغم كل سنين الغربة اللي عاشتها الدكتورة إيمان خارج البلاد إلا إنها كل دوت كانت وحيدة لحد ما دخل حياتها شخص غير كل الموازين. والحكاية بدأت لما في يوم دخل عيادتها شاب وسيم اسمه محمد، ومن أول كلمتين حلوين قدر يمتلك قلب الدكتورة إيمان. حكالها إنه مطلق وعنده طفلة اسمها سهى ومحتاجين لست حنونة زي إيمان اللي كانت بتخاف على القرش والناس كلها كانت بتقول عليها اللي هي بخيلة. إيمان فتحت قلبها وبيتها لمحمد واتجوزته وقعدته معاها كمان في الشقة. بدأت الحكاية، الغيرة والجشع خلت الأحداث تتصاعد. جواز ما كانش زي ما الدكتورة إيمان متخيلة، وبدأت تشك اللي محمد متجوزها جوازة مصلحة وكل همه وعينه على الفلوس وعلى العمارات. والمشاكل فضلت تزيد يوم عن التاني بسبب غيرتها من بنته سهى. كان شرط محمد الوحيد قبل الجوازة اللي بنته سهى تفضل عايشة معاه. في يوم الجيران سمعوا صويت وضرب وصراخ عالي جدا. اول لما محمد جه الجيران قالوا له وشهدوا ان مراته ايمان بتضرب سهى بنته بأسوأ. ومن هنا بقى كان اول خيط يستخدمه محمد علشان يدبر ويخطط لجريمته الشيطانية. ومحمد قرر انه يتخلص من الدكتورة ايمان ويورثها بالحياة. راح تربي واتفق معاه يشتري جثة طفل عمرها 7 سنين بحجة اللي هو دكتور وعايز يشرحها. في يوم استغل محمد غياب الدكتورة إيمان وحط لها الجثة في الشقة وهرب بنته الحقيقية وولع في الشقة اللي بقت عبارة عن جمرة نار. من سوء حظ إيمان أول لما رجعت تفتح باب شقتها لقت النار ماسكة في الشقة ولقت قدامها جثة متفحمة. الجيران اتهموها إنها قتلت سهى انتقاما من محمد. الشرطة جت وقبضت على إيمان على الفور ووجهت لها تهمة القتل مع العمد بدافع الغيرة. وطبعا محمد استند بشهادة جيرانه اللي هي بتعامل بنته سهى بأسوأ، يعني جريمة مكتملة الأركان. الشهود من ناحية وقبل منهم جوزها محمد. إيمان فضلت تصرخ في القفص بأعلى صوت وتقول أنا مظلومة. محمد نصب لها الفخ بإتقان والأدلة كلها ضدها. المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وشهادة الشهود وجوزها ما لقيتش قدامها غير تحكم عليها بالإعدام. لكن زي ما احنا عارفين أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. حد خد أوراق القضية وعرضها على المحامي الشهير بهاء أبو شقة اللي آمن ببراءة الدكتورة إيمان وحس إن في حاجة غلط وطلب إعادة تشريح الجثة. وهنا بقى المفاجأة اللي هزت القاعة. المحامي سأل الطب الشرعي هي الجثة دي لمين؟ والدكتور رد عليه بذهول وقال له دي جثة ولد مش بنت. طلع ان التربي ملقاش جثة بنت في اليوم دوت، فضحك على محمد وعطاله جثة ولد ميت موتة طبيعية. محمد من عمى بصيرته حرق الجثة على الفور من غير حتى ما يبص فيها ومفكر ان هو احكم الخط. سبب غلطة الجثة الدكتورة إيمان حصلت على البراءة. محمد كان مهرب بنته لأوروبا لكن عدالة ربنا سبحانه وتعالى كانت مستنياه. محمد مات هناك برصاصة من زوجته الجديدة لانه وقتها كان عايز ينصب عليه. سهى لما كبرت رجعت على مصر وحكت الحكاية وبرأت إيمان قدام الناس كلها. يا ترى بقى لو التربي كان لقى جثة بنت في اليوم ده كان زمان إيمان اتعدمت، لكن إرادة ربنا أقوى من شيطانية محمد. ودي كانت قصة الدكتورة إيمان. رسالة لكل حد يقدر يظلم ويهرب، الحق دايما بيبان ولو بعد حين.